بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة أحلى صينية بسبوسة طرية ومرملة ودايبة دوبان واقتصادية معانا، بدون حليب وبدون زبادي وبدون سمنة. شايفين طراوتها؟ يلا كده من غير رغي كتير نشوف الوصفة بالتفصيل. بداية بنسمي بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام علشان تزداد بركتنا وتحلو وصفتنا. أول حاجة كده معانا في طبق 3 كوبايات من السميد، أنا معايراهم بمج الشاي اللي انتوا شايفينه ده. هنضيف عليهم ذرة ملح بسيطة خالص، وضفنا عليهم نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنا ضفت عليهم معلقتين كبار من جوز الهند، وهنقلبهم كده كويس. بتمنى من حضراتكم تاخدوا لفة في القناة كده وهتلاقوا عليها وصفات حلوة ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم، وتنورونا بالاشتراك. هنا ضفت عليها نص كوباية من الزيت، اهم حاجة يكون زيت ريحته حلوة. وزي ما احنا شايفين يا بنات سيبنا المعلقة وهنبتدي نبس البسبوسة لحد كده ما يتغلف معانا السميد وبيكون زي الرملة المندية. وده طبعا سميد جايبينه من عند العطار اللي هو معلهوش اي اضافات. احنا زي ما قلت لكم 3 كوبايات من السميد ضفنا عليهم نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقتين كبار من جوز الهند وذرة ملح، وبعد كده خلطناهم مع بعض وضفنا عليهم نص كوباية زيت وبستناهم بالشكل ده لحد ما بقت زي الرملة المندية. بعد كده معايا كوباية مية من الحنفية، هنضيف عليها نص كوباية سكر، وهندوب السكر كده مع المية، وبعدين هنضيف عليهم كيس كده من الفانيليا علشان يديها ريحة حلوة. بعد ما دوبنا السكر نزلنا عليه بمعلقة عسل نحل، وهننزل عليه بمعلقة عسل نحل تاني، يعني ضفنا معلقتين عسل نحل كبار، وهندوبهم كده في المية، وبعدين ننزل بيهم على السميد اللي احنا غلفناه كده بالزيت. تمام لحد هنا تمام سيدنا محمد. بعد كده هننزل بيه المية والعسل والسكر، وهننزل بيهم كده على السميد. احنا مش هنعجن يا جماعة، احنا يدوب كده هنقلب السميد لحد ما يختلط مع المية. البسبوسة ما بتتعجنش علشان ما تطلعش معانا ناشفة ومعضمة، خدوا بالكم من الخطوة دي. تمام. بعد ما خلطنا السميد كده طبعا هنجيب صينية معانا كده، صينية مقاس 28 دهنينها دهنة من السمنة، ممكن تدهنيها دهنة سمنة بلدي او دهنة من الطحينة. تمام. هننزل بيها على بالخليط بتاعنا كده في الصينية، وهنبتدي نسويه. لو انتوا وصلتوا معانا لحد هنا ونسيتوا تحطوا اللايك، يا ريت تحطوا اللايك فضلا وليس امرا، واللي ما اشتركش في القناة ينورنا بالاشتراك. البسبوسة بتاعتنا اقتصادية للغاية وفي متناول الجميع، مقاديرها بسيطة. بعد ما سويناها كده بظهر المعلقة اديناها خبطتين بالشكل ده، وبندخلها فرن بيكون سخن معانا على درجة حرارة 180 او على حسب حرارة فرنك. طبعا اول ما بتحمر كده وبتاخد لون من الجوانب بنشغل عليها الشواية على الهادي مع المتابعة المستمرة لحد ما تاخد اللون الذهبي اللي احنا عايزينه. على ما تستوي البسبوسة هنعمل الشربات، وهو عبارة عن كوباية ونص من السكر عليهم كوباية ونص من المية، وهنعصر عليهم نص عصير ليمونة، وهندوبهم كده ونرفعهم على النار. اول ما هيبتدوا يغلوا معانا هنهدي النار ونسيبهم كده حوالي 3-4 دقايق، وبعد كده نطفي من عليهم النار. وعارفين شربات البسبوسة بيكون معانا خفيف مش بيكون معانا تقيل. تمام لحد هنا تمام. يلا كده لو انتوا ما حطيتوش اللايك حطوا لايك حلو زي قلوبكم يا احلى متابعين واحلى اخوات. لو حابة قبل ما تدخل الفرن تضيفي عليها سوداني او زبيب براحتك، حابة تسيبيها زي ما احنا عاملينها كده سادة مفيش احلى من كده. طبعا بنسقيها بالشربات بيكون سخن، وهي اول ما بتطلع من الفرن على طول بنسقيها بالشربات السخن. شايفين ما شاء الله شربت الشربات على طول، وده دليل على نجاح البسبوسة بتاعتنا. بنغطيها ونسيبها 10 دقايق، مدة التسوية من 20 دقيقة ل25 او حسب حرارة فرنك. ما تنسوش اللايك يا حبايب فاطمة فضلا وليس أمرا.
هنغطي البسبوسة بتاعتنا كده ونسيبها لحد ما يعدي عليها 10 دقايق او ربع ساعة، وهنقطعها ونشوف شكلها عامل ازاي. ويلا كده بعد ما غطينا البسبوسة وعدى عليها حوالي ربع ساعة هنكشفها. بسم الله الرحمن الرحيم. اي حاجة بنعملها يا جماعة بنسمي بسم الله وبنصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. حاجة بتخلص معانا بسرعة وكمان بتطلع معانا في منتهى الجمال. هنقطع البسبوسة، واظن انتم ملاحظين ان البسبوسة طرية معانا. بسم الله ما شاء الله. صينية البسبوسة دي اقتصادية جدا جدا، ومقاديرها موجودة في كل بيت وفي متناول الجميع. هوريكم كده قطعة طالعة منيها كده الخرطة بخرطتها، القطعة ماسكة نفسها زي بسبوسة الحلواني وأحلى. شايفين يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله. يعني الفيديو شارح نفسه بنفسه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. القطعة كده طالعة ماسكة نفسها، وما شاء الله واخدة لون كده من فوق ومن تحت لون ذهبي، وغير كده دايبة دوب وطرية ومرملة، مش ناشفة معانا خالص، في منتهى الجمال، طعمها تحفة. انا اكلت القطعة دي واديت منهم العيال انا وبصور يعني قبل الفيديو ما يخلص. لما هتلاحظوا معايا كده الصينية هتلاقوها ناقصة كذا قطعة، اكلوها بألف هنا وشفا. بسم الله ما شاء الله. مين يصدق يا جماعة ان البسبوسة الطرية المرملة دي من غير لبن ومن غير زبادي ومن غير سمنة، وطعمها تحفة في منتهى الجمال. بالله عليكم لو عجبكم الفيديو او استفدتوا منه معلومة واحدة، ما تبخلوش علينا باللايك ومشاركة كمان كتير للفيديو علشان يتشاف والقناة تتشاف وتكبر بيكم يا احلى متابعين واحلى اخوات. اشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.